حبيت اعمل معاكم ريفيو عن مشترياتي لقططي من امازون. بتمنى انها تعجبكم مثل ما عجبت قططي تعجب قططكم كمان. بالنسبه للمشتريات حتلاقوا لينك هاي الاشياء اللي انا جايباها بصندوق الوصف. لو انتوا على التيك توك حتلاقوها بالبايو. لمتابعين اليوتيوب رح تلاقوا هلا قدامكم رح يظهر اسم حسابي على التيك توك للي حابب يتابعني هناك بالنسبه للاستشارات اليوميه والاستفسارات والتواصل ان شاء الله. يعني بالنسبه للطوارئ اللي بتصير معكم. سامحوني على التقصير وعدم التنزيل الفتره الماضيه بسبب ظروف خاصه. طلبت زي نظام البيت القفص اللي بنحط فيه القطط، نظام خيمه عاملينه. شايفين هاي خيمه اوكي، سعرها كتير حلو بجنن، سعرها 40 درهم. تمام، هفتح لكم اياها تشوفوا كيف شكلها ونفتحها مع بعض نشوف حجمها. والله يمكن ما فتحتها فما بعرف كيف حجمها، مبينه من الكيس انها صغيره، بس ان شاء الله يطلع حجمها زي ما شفناها بالصوره. هاي هي الخيمه، والله حجمها كويس، يعني بيوسع لقطه ممكن نولدها بالقفص. يعني انا قلت بجيبها لولادات القطط على اساس القطه بتحب انها تكون معزوله عن الباقيين ويكون لها مكان خاص. الحلو انه في لها فتحه من فوق زي ما انتم شايفين. هي ابني رح يفتحها هلا على اساس لو حابين احنا نخلي لها اياها هواي من فوق. فيها كمان شبك يعني للتهويه لحتى تقدر تتنفس كويس. ممكن نحط لتر بوكس صغير جوا، واذا بدنا ما بنحط. تمام، الحلو بهاي الخيمه انها بتنغسل. رح نحط جوا الخيمه بطانيه علشان على اساس القطه تنام فيها. تمام، ممكن تسمكوا، ممكن تجيبوا لها فرشه تحطوها جوا. بصراحه انا حبيت وفي لها كمان فتحه من الجنب. هلا انا عندي اكتر من قطه حامل، فعلشان ما اقعد اعزل بغرف حبيت فكره الخيمه. هيك حتحس القطه بالامان. ايوه بعدين هيك تمام. هاي فتحه من هون، سحاب من هون، هيك صار عندها باب تفوت وتطلع منه. واو واو، صراحة بنصحكم فيها. بس هاي على قد قطة واحدة، وهي فيكم تغسلوها. انا سمعت انها مو عملية، ممكن بس ينتشوها ويخربوها. بس القطة لما تكون والدة اصلا يا دوب بتفوت ترضع اولادها او تكون عم ترضع اولادها وتطلع منها. كمان في فكرة حلوة انه حكاها ابني هلا، انا حبيت انه القطة فيها تفوت وتطلع، تفوت هيك يرجع هذا يسكر. كذلك هي داخله هيك مثلا تفوت هيك ويرجع ايش يسكر. كمان الكيتنز بعدين بصيروا بيقدروا يتسلقوا على القفص هيك يعني يلعبوا في البيت تبعهم. وممكن كمان احنا اذا بدنا نخلي الباب مفتوح، يعني مفتوح الطاقه تبعيته، فيه ستيكر زي هيك نلزقها. شايفين كيف هيك؟ واو نايس، اي لايك ات. يلا نشوف المنتج اللي بعده. لا this one نعمل زي فيديوهات الراحة النفسية. نعمل كده. يلا تمام اوكي، بسم الله. واو، هيا نشوف شو في هون. هادي كاتنيب، كاتنيب اوكي. هادي شو هادي ماما؟ هاي ماكينة. والله نسيت، نسيت شو طالبة. بتذكر طلبت نافورة وكاتنيب اوكي. هدول لبنتي صح ماما؟ هاي إلك، وهذه إلك يا قلبي، هذه إلي، وهذه شو؟ وهذه فلاتر. هذه فلاتر للنافورة، هذه فلاتر للنافورة. هذه هلا بقول لكم شو هي، أنا طلباها لإلي. تمام، خلينا نشوف أول شيء هدول المنتجات. نفتح بالأول النافورة. جبت نافورة للقطط لأنه القطط بتحب الماء الجاري، المي اللي بتمشي يعني. وعندي قطتين ما بيشربوا أبدا من صحن المي. طبعا خربوا النافورة الأولى، قطعوا الفيش تبعها أكلوه، فجبت نافورة ثانية. طبعا أنا على مين؟ أنا هالمرة حلزق الفيش عشان ما ياكلوا. بدنا مي ماما للنافورة، جيبوا لنا مي للنافورة نجربها ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النوافير غليانة كثير تبعية القطط، وكل ما اطلب احط وحده بالسله تروح ما يضل منها يعني، فطلبنا هاي. حلو، هاي بتنحط يو اس بي، نظام يو اس بي زي نظام موبايلات يعني. ممكن نحطها بشاحن الموبايل او بوصلة كهرباء فيها يو اس بي. هي هالنافورة احط فيها مي وارجع لكم نجربها.
هاي بنفتحها من هنا كده، تمام، وبنحط المي هون، اوكي. بعدين بنرجع بنسكرها كده. جبت انا كوب شاحن موبايلي، هذا كتير قوي، حطيته عليه. هاي حلزقه طبعا، حلزقها بلزق او الفها بسلك حديد زي ما مره شفت. بتنفتح من هنا، اوكي، ومن هنا. حنبدا هلا نحط فيها المي. هاتي ماما، بسم الله. هاي اخذتها بالعرض مع فلاترها انا. بدنا كمان مي ماما. عبيتها مي، لسه هي بتتحمل كمان، لكن انا عبيتها هلا هيك اقل من الماكس بشوي. هلا بدنا نجربها. يلا بسم الله. هاي هي النافورة اشتغلت. ببقى اشوف انا اقرب مكان لقريب قطتي، وبعدين شو اسمه، بخليهم يشربوا منها. انا عندي قطتين زيتونة وسنوي كتير بيحبوا يشربوا الماء الجاري. هاي سموكي على طول شايف النافورة الشغالة راح يشرب منها، تبارك الرحمن. شايفين؟ والله بنصحكم بالنافورة لقطتكم، بس المشكلة انه القطط بتاكل فيها شري كهرباء، فاحنا بدنا نحاول ايش؟ انه نلزق الفيش عشان ما ياكلوا، او نلفه بسلك حديد عشان ما ياكلوا. شو سموكي ماما، حبيتها؟ حلوة النافورة؟ يلا بالعافية عليك. هلا بنزل لك اياها على الارض، نزلوا له اياها على الارض خليه يشرب منها كويس ماما. روحي يا نقتوتة اشربي مي ماما. يا سلام، يا سلام على المي الحلوة. يلا اشربوا يا ماما، اشربوا حبايبي. انتو مستغربينها. الي زمان لانه رافعه هذيك النافوره بعد ما اكلوا فيش، ما عرفت اظبط لها تصليحها. هدول فلاتر للنافوره، بدل ما اقعد اعاني ادور لانه شكلها غريب. هي طبعا شكل الفلتر لانه غير، فشريتهم اونلاين كمان. هي هدول، هذا هو الفلتر، تمام. هذا هو الفلتر. هدول يا حلوين، عارفين شو؟ كاتنيب، كرات الكاتنيب. رح نفتحها ونشوف كيف شكلها من جوا. يا سلام. هاي هن، هاي عشان نلزقها بالحيطة ستيكرات، تمام. وهاي هن عاملينهم 3 الوان، اوكي. ماما هذا الكيس نشوف شو هو. شو هاي؟ هاي قطعة صغيرة. شو هاي؟ ريحتها غريبة. هلا بنشوف شو مكتوب على الكيس. هاي ما بعرف شو هي، جايبة كيس حاطين مكانها هون، انه لازم تتلزق هون. يعني هي المفروض انا افكها من هنا كده والزقها هنا، تمام. حلو. وبعدين هذه بتنفك من هون هيك وهيك وهيك. حنفكها من هون هيك ونحط لكل وحدة قطعتها. اربي. ما انت تحرك الكاميرا. لا، هو لو قربتينا حتطلع. طيب ماشي. حنختار مكان نحطها فيه، تمام. حطيتها هون مايلة شوي، خلينا نظبطها. تعال ما نلزقها مستقيم. هينا لزقنا، هنشوف اذا هيستخدموها او هي عم تحط حالها فيها القطة. عجبتها. انا عليتها شوي عشان الكتنز ما يقربوا عليها، بديش الكتنز يفركوا حالهم بالكاتنيب لانه ما في داعي لاستخدامهم لانه ما منيحة لإلهم، لساتهم صغار كثير. ذكرت هاي الكرتون اللي انا طلباها، بس هنا طبعا جايبينها بشيء مختلف. هي ماكينة حلاقة للقطط، بورجيكم اياها بدون صوت، على صوت خافت. ايه شو هيدا؟ تمام ما في شغل. كتالوج لاستخدام الماكينة، تمام. هاي هي، لقيت الريفيوز عنها كتير كويس. مشط للقطط، قياسات على اساس اذا بنحدد قياس الحلاقة اللي بنحلقها للقطط. مقص اظافر، طيقة مقص عادي، مبرد للاظافر، معقم للماكينة. خلينا نجرب في معاها فيش، خلينا نجرب نشغلها ونشوف كيف الوضع. الماكينة طلع فيها تشارجر، يعني بنقدر نشحنها. هذا الشيء كتير حلو، فيها بطارية، تمام. يعني بقدر اشحنها واستخدمها بدون الفيش باي مكان، ممتاز. وكمان بدون صوتها خفيف. هلا بنشوف صوتها، شوف اذا مشحونة ولا لا. وايش
وايش كمان قلت لي ماما فيها؟ هاي اللي من فوق. هاي ما يعني هاي لا سمح الله اجت في مكان أبي. حساس ما بتاخده، يعني بس بتقص الشعره. اربي على الكاميرا. هاي انا بصور. قول لي اشرح ماما. يعني ما بتجرح. شوفوا صوتها خفيف كتير عشان القطط بتخاف من الصوت العالي. تمام. وهاي القطع بنركبها زي هيك لحتى نحدد الحلاقه. هون بيحطوا الارقام. هاي 6 مللي بنركبها، يعني 6 مللي طول الشعره بيكون. زي هيك، يعني الشعر بيكون طوله هيك، واحنا بنحدد. عندنا 6، عندنا هذه 3 يعني اقصر، عندنا هذه 12 يعني اطول. تمام. وعندنا كمان 2 اقصر من 3، وفيكم تعملوه على الزيرو بدكم تشيلوا هاي، يعني احنا ما بدنا شعر، بدنا اياها زيرو. لما ابى احلق لتوتا بعملكم اذا قدرت اصور بصور عليها الموضوع. تمام. هذا الغرض الاخير اللي انا جايباه لإلي. طبعا في بنتي كمان جايبه اشياء لها علاقه بالفنون، اخذتها هي صورتها فيديو تفتحها لمتابعينها. هذه عدة الصيد، اشياء للصيد. انا جبت السنارة وشغلات تانية، بس ما كان في هذا الصندوق بالمكان اللي اخذنا منه السنارة، فانا طلبتهم اونلاين. هي هن، شوفوا ما احلاهم، بيركبوا بالسنارة. حتستغربوا ان انا عندي هواية الصيد، بحب الصيد. نعم، الي زمان ما صدت، فحبيت ارجع للموضوع. البحر جنبي، فحصير اروح ان شاء الله انا والولاد بالصيف نقعد شوي على البحر ونصيد. بصراحة عجبوني كتير، حبيت اطلبهم والله عن جد. على الواقع احلى من الصور بكتير صراحة. توفقت بالاوردر عن جد حبيته كتير. هاي سمكة كبيرة طبعا لازم يركب طعم فيها، ها خلوا بالكم، يعني مش انه بدون طعم. هاي حلو، هاي بيركب فيها طعمين، يعني ممكن تجيب سمكتين. تمام. انا مبتدئة يعني، بس بحب يعني الي خلق للقصة. كتير حلوين ماما طلعوا. هاي كمان قال هاي يعني هاي سيليكون. يا ريت السيليكون، لا عليها تحس انه عليها زيت، يعني تنتين. هاي واحدة وهي الثانية. واو. وهذه كمان سيليكون. وهدول كمان. وهاي عاملين زي الدودة، يعني انه هاي دودة.